السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة ابداعات عزة. زي ما انتم شايفين كده هنعمل النهاردة اكلة جميلة جدا جدا طبعا، مفيش حد بيختلف عليها. هي اي نعم مش بتتعمل كتير لانها يعني مش متاحة للجميع وان هي غالية، فاحنا ممكن نعملها يعني اكلة اول الشهر. بما ان احنا لسه في اول الشهر فنعمل كده اكلة ايه مختلفة. طبعا انا جبت كيلو من الجمبري زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. طبعا انا نضفته كويس جدا جدا، بس انا ما صورتش معاكم لان انا كذا فيديو كنت عامله فيه الجمبري نضفته معاكم، فالنهارده بقى ايه اختصارنا كده على طول ما نضفتوش، بس هسيب لكم الفيديوهات اللي انا عامله فيها الجمبري عموما في صندوق الوصف ممكن تشوفوها. بعد كده سبت الجمبري يتصفى وجيت عملت الدقه دي، عملت توم وقرن فلفل احمر كده وحطيتهم في الطبق اللي هتبل فيه الجمبري. هعصر عليه كده عصرة ليمونة. مش عارفة ليه الليمون الأيام دي بدأ يغلى وكمان ناشف جدا مفيهوش مية، كله تفل كده ومفيهوش مية خالص. يعني أنا عايزة أقولكم النهاردة يوم اللي أنا جايبة فيه الجمبري ده كان ب40 جنيه الليمون. معرفش ليه كل أسبوع بيغلى، والأسبوع اللي قبليه كنت جايبة ب30 واللي قبليه كنت جايبة ب20، فكل أسبوع بيغلى 10 جنيه. مش عارفة ليه كده. قولولي بقى أسعار الليمون عندكم ايه، وقولولي بتتابعوني من أنهي بلد. هقولكم كمان سعر الجمبري، وقولوا لي كمان الاسعار دي زي عندكم ولا لا، ولا عندكم ارخص ولا اغلى، وانتوا منين وبلدكم ايه. حطيت كده الليمون وحطيت الخل، وكمان انا سبت كده القشر عشان يفضل برضو في التتبيله، وحطيت كمون وحطيت 7 بهارات. عندك بقى بهارات سمك، عايزه تزودي اي حاجه في التوابل او في البهارات براحتك خالص. بصوا الجمبري انا بوريكم، انا شايله اللي هي الحته اللي فيها العيون اللي قدام دي وقصه كل الرجول والشراشيب اللي بتبقى فوق دي كلها والشنيبه. بصوا انا حلقاله يعني، وشلت كمان السلسله وهو مقفول كده بالخله عشان انا عايزاه مقفول زي ما هو كده. فشايفين شكله وهو حالق كده شكله مهذب قوي. قبل كده كان منعكش بقى وشنيبه طالعه ورجلين وعيون وكل حاجه، انا شلت كل الحاجات دي. بس كده، وابتديت ان انا اهزه بس كده في الطبق. انا مش عايزه اقلبه بقى، مش عايزه اهريه ولا عايزه اكسره، عايزاه يحافظ كده على شكله زي ما هو. هسيبه بقى في التتبيله دي في التلاجة، طبعا ريحته تجنن. سبته بقى في التلاجة كده لحد لما ايه يجي وقت الاكل، لان هو مش بياخد سوا، هو ربع ساعه بالظبط على النار وبيكون استوى. فقلت في الوقت ده بقى كده اجهز الرز. طبعا زي ما متعودين رز السمك اللي هو الصياديه العادي، بحمر بصلايه كده لحد لما لونها يبقى بني، وباخد عليها كوبايه ميه او حسب يعني الرز. انا عامله كوبايه رز فخدت كوبايه ميه. حطيت في الميه دي طبعا ملح وكمون. حابه كمان تحطي مرق دجاج براحتك، او مرقه خضار برضو براحتك. اهو بصوا انا مش عامله كميه رز كبيره، هي كوبايه واحده لان احنا مقللين الرز خالص في الاكل. آه بس كده، ونزلت بيها لما الميه غليت، وحطيت كمان الرز اهو، وهقلبه بقى واظبط الملح بتاعه، ولو احتاج ميه تاني او احتاج حاجه هزودها. وخلاص كده الرز بيكون اتعمل وخلص. بسيبه طبعا يغلي، وبعد كده بغطي النار زي الشمعة وبغطيه وبسيبه بقى لحد لما يتشرب. اسهل حاجة واتقطعم حاجة ممكن تعمليها. عايزه اقول لكم انتوا لو جبتوا اصلا الاكل دي من بره بتبقى مكلفة جدا يعني. عشان تعملي في البيت الحاجات دي ارخص بكتير من انك تشتريها من بره جاهزة، واطعم كمان بقى وانضف وكل حاجة. خلاص كده خلصت، قلت برضو نعمل السلطة كده في السريع. طبعا مكونات السلطة اهي زي ما انتم شايفين، مفيش اسهل من كده، تتقطع لوحدها. سلطة خضرا طبعا فيها كل الحاجات المغذية وفيها كل العناصر الغذائية. حاجة كده سهلة وسريعة. تقدري كمان تعملي سلطة طحينة لو عايزة، بس لا الأكلة دي مش عايزة سلطة طحينة بصراحة، هي عايزة سلطة خضرا بس. وسبت كده السلطة على جنب، وهنبتدي بقى نعمل في الشوربة أو في الجمبري عموما. احنا بنسميه بقى شوربة سيفود، شوربة جمبري، جمبري يعني. بصوا مش عارفة، هي ملهاش اسم. أنا ما بحبوش بصراحة مقلي ولا بحبه مشوي ولا بحب الكلام ده، أنا بحبه بالطريقة دي جدا. حطيت معلقتين كده من السمنة البلدي وعشان تبقى دهون صحية، وقطعت بصلايه كده تقطيع صغير خالص. عايزه تبشري البصله برضو بشوريها. ومجهزه عندي بصل مبشور، طماطمايه مبشوره، قرن فلفل اخضر متقطع. مش عايزه طبعا الخضار يبقى فيه اي حاجه غير انه يدبل. هحط كده الاول البصله عليها ملح وفلفل واشوحها كده لحد لما تدبل، وبعد كده انزل بقى بالجزر والطماطم والفلفل. ادي كل الحاجات دي تشويحه برضو يا دوبك بس تدبل كده، حاجة بسيطة خالص. عايزة طبعا تقللي كمية الجزر، تزودي طماطم، الكلام ده كله براحتك. انا الكمية دي كلها كانت على الكيلو، كيلو الجمبري. طبعا انا لسه ما قلتلكوش الكيلو بكام. اتمنى انتوا تكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات الكيلو عندكم بكام. انا جبته ب 300 جنيه الكيلو.
بس والله يعني عايزة اقول لكم احلى اكلة، وكل حاجة غالية، يعني الفراخ غليت واللحمة غالية وكل حاجة غالية، فبالنسبة للاكلة دي حلوة جدا، سعرها حلو ومش وحش، وكمان هي طاقة برضو، ما احنا بنجيب كيلو اللحمة ب400 وشوية وهي طاقة برضو. فالاكلة دي كمان جميلة ومحببة للجميع، وبنبقى بصوا كده ادمان يعني عندنا. حطيت بقى الجمبري بكل بقى التوابل اللي فيه والدقة والثوم والفلفل وكل حاجة. وههزه بس برضو بالحلة كده، انا مش عايزة احطه بالمعلقة خالص فيه عشان ما اقلبوش الراس تتفصل عن الجمبري ويتهري ويتكسر والكلام ده. هو مجرد ان انا هز كده لونه بيتغير كده وبيبقى لونه برتقاني كده. عندي مية مغلية اهي في البراد، ببتدي انزل بيها. عايزة بقى الشوربة تبقى قليلة، تبقى مركزة قوي، ما تزوديش مية عن كده. عايزاها تبقى اكتر من كده زودي طبعا براحتك كمية الشوربة اللي انت عايزاها. احنا طبعا بنحب الشوربة، فانا ايه زودت كده المية اللي انا حطاها في البراد كلها زودتها، وظبطت طبعا الملح، حطيت رشة فلفل، وخلاص كده الاكل بتاعي جاهز. غرفتها كده مع الرز طبعا استوى وكان جميل جدا. شايفين احنا دي كمية الرز اللي انا عملتها كلها، كل واحد خد بولة كده صغيرة، وجوزي بس زودت له شوية رز. وادي السلطة حطيت لها طبعا الملح والكمون وكل حاجة والليمون والخل. وادي الجمبري غرفته اهو بالشوربة بتاعته. عايزه اقول لكم ان انا زوجة صالحة، فصصت لجوزي طبعا عشان مش بيقشر، فانا قشرت له وخليتها له في الشوربة كده متقشرة جاهزة علشان ياكل كده ايه بالمعلقة على طول. بألف هنا وشفا. اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، جربوه تقولوا رأيكم فيه ايه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.